اهلا بكم في كوره تاكتكس. ماتش الهلال السوداني والاهلي المصري في اياب دور الربع النهائي هيكون يوم الثلاث ان شاء الله. كلنا عارفين ان ماتش الذهاب انتهى فوز الاهلي 1-0 بس. النهارده هتكلم عن ازاي الاهلي يقدر يكسب الهلال على ارضه. هستعرض شويه حالات هوضح فيها نقاط الضعف ونقاط القوه ونصيحه للاهلي من وجهه نظري ازاي يقدر الاهلي يكسب الهلال في موريتانيا. يلا بينا نشوف الاحصائيات. احنا دلوقتي هنتكلم على الاحصائيات. التشكيل اللي متوقع لنادي الهلال هو 4-2-3-1. عدد المباريات اللي لعبها على ارضه في بطولة افريقيا هي 5 ماتشات. عدد الاهداف اللي استلمها 4 اهداف وسجل 5 اهداف. اخطر اللاعبين: جيرو موجيجا مسجل هدفين في دوري الابطال السنه دي. كوليبالي مسجل هدف. المهاجم محمد عبد الرحمن ومسجل هدف، ودول يعتبروا من الاخطر اللعيبه على المرمى. هنا في الهجمه دي الكره بتتقطع من فريق يانج افريكانز في نص ملعبهم. بص هنا المساحه الفاضيه اللي بيستغلها تينتينج وعبد الرحمن مهاجم الهلال وتحركاته. شوف هنا دفاع يانج افريكانز واقف ازاي في موقف 4-2. هنا تينتينج اللي لوحده خالص ممكن يلعبها على يمينه الكوليبالي اللي ممكن يخترق ما بين السنتر باك والليفت باك، وممكن يلعبها لعبد الرحمن اللي برضه ممكن يخترق وينفرد. هنا في الكرة الثابتة انا مركز على تحركات جيرو موجيجا. شوف هنا ازاي بيسحب المدافع لقلب الملعب وبعدين بيتحرك للطرف الثاني. شوف هنا رجع للطرف الثاني ازاي، ولما الكرة اتلعبت اتحرك تاني للقلب واستلم الكرة المرتدة من المدافع. وفي وضع 4-1 قدر انه يستلم ويسدد. في الكرة الثابتة هنا لاحظ اللاعب ضيوف وازاي هو يقدر يسبب خطورة لو الدفاع بتاعنا ما عملش التغطية المظبوطة. ركز هنا معايا على كوليبالي في الناحية اليمين وازاي بيتحرك لما الكرة بتروح للباك اليمين. التمركز الخاطئ لخط دفاع فريق المولودية استغله كوليبالي في انه يلاقي ثغرة ويسدد. تعال بقى شوف هنا ازاي كوليبالي في الناحية اليمين قدر انه يسبب مشكلة دفاع فريق المولودية واستغل ارتباك الدفاع والحارس وكان هيسجل هدف. بص معايا مين هنا داخل ومكمل بقوة؟ المهاجم عبد الرحمن. شوف هنا وركز مع انطلاقات جيرو موجيجا اللي هيتعب محمد هاني قوي في ماتش الاياب. اول لما فريق الهلال استحوذ على الكرة انطلق جيرو موجيجا في الجهة الشمال. شوف تمركزه ولمسته للكورة، وحتى وهو في موقف 3-1 قدر انه يسدد بس بعيد عن المرمى. من نقط ضعف فريق الهلال انه لما بيفقد الكرة في التلت الهجومي بتاعه مش بيرتد بسرعة من الهجوم للدفاع، وبيكون في مساحات بين الخطوط وخصوصا ورا الدفاع ممكن نستغلها في التسديد على المرمى وخصوصا في الكرات المرتدة من الدفاع. مثال تاني اهو لما بيفقد فريق الهلال الكرة وفريق يانج افريكانز بيلعب الكرة بسرعة بيلاقوا مساحات في خط وسط الهلال. مع لعب الكرة سريعة تقدر تشكل خطورة، زي هنا مثلا 2 من يانج افريكانز على 3 من الهلال، واللي هتبقى بعد كده 3-3. هتلاقي المساحة في الجهة العكسية اللي هي جهة الشمال اللي بيستغلها فريق يانج افريكانز بس للأسف استغلال ضعيف. هنا هدف المولودية الجزائري في الهلال السوداني.
هنا هتلاقي المساحة الفاضية اللي في اليمين ناحية إبويلا، واللي بيستغلها لاعب المولودية ميسوسا، ويلعبها عرضية جميلة جدا للمهاجم بن زايد واللي بيسجلها هدف. افتكروا انفراد إمام عاشور في نفس الزاوية ولعبها في جسم الحارس. بالضغط على فريق الهلال ممكن تستخلص الكرة بسهولة، وزي ما هو واضح في الهدف ده فوفونا ضعيف في التسديدات عليه. الهلال في مرحلة بناء الهجمة بيسحب الفرقة اللي قدامها ناحية اليمين، ويبدأ يغير اللعب لجيروموجيشا اللي بيقطم لجوه عشان يشوطها في المرمى، وهو يعتبر من أحسن اللعيبة في الهلال. هنا برضو نفس اللعبة، الهلال السوداني بيستحوذ على الكرة في نص ملعب مازيمبي، بيلعبوا الكرة ناحية اليمين عند جيروموجيشا اللي برضو بيقطع لجوه ويشوطها ويسجل هدف. وبعد ما شفنا الحالات وعرفنا نقاط ضعف وقوة فريق الهلال، تعالوا نشوف ايه توقعاتي للتشكيل، وهنتكلم شوية في نصايح حابب اقدمها لفريق الاهلي عشان يكسب الماتش. توقعاتي للتشكيل لازم نلعب بطريقة 4-2-3-1. طبعا الشناوي في حراسة المرمى، قدامه ربيعة واشرف داري، وعلى الاجناب هيبقى محمد هاني وعطية الله، وهشرح ليه انا بقول عطية الله مش معلول. في خط النص اكرم توفيق ومروان عطية، قدامهم في النص امام عاشور، وفي الطرف الشمال بن شرقي، والطرف اليمين حسين الشحات. اما في الهجوم فانا برشح وسام طبعا. اولا انا رشحت عطية الله عشان الكرات الثابتة، واللي حارس الهلال فوفونا ضعيف فيها شوية. كمان وسام مميز في ضربات الرأس وسريع، وافضل من جراديشار اللي اداؤه بيتسم بالبطء. نصيحة للنادي الاهلي: 1. اللعب الجماعي ثم اللعب الجماعي. 2. الاهلي لازم ينوع اللعب بين الجبهة اليمنى والشمال لفريق الهلال، ويستغل الجبهة الشمال لفريق الهلال عشان يوقف خطورة الثنائي جيروموجيشا ودياو. 3. خط الدفاع بطيء خصوصا في الجنب اليمين. 4. الارتداد السريع من الدفاع للهجوم. فريق الهلال عنده بطء في الارتداد بين الهجوم والدفاع، وبيكون خط وسطه فاضي، فلازم الهجمة المرتدة ونقل الهجمة تكون بأقل عدد من التمريرات. 5. الشوط على المرمى كتير من خارج منطقة الجزاء. حارس مرمى الهلال ضعيف في تصديه للتسديدات من خارج منطقة الجزاء. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وجاوبت على اسئلة كتيرة بتدور في بالكم. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم للماتش، واذا كانت موافقة لتوقعاتي ولا لا. يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحلقات الجديدة. ما تنسوش تعملوا شير للحلقة دي، وتشوفوا الحلقة اللي فاتت في تحليل مباراة الذهاب. سلام.